بغادر، لكن متأكد أن المغرب ما راح تغادر قلبي. من المملكة العربية السعودية نحو المملكة المغربية الشريفة انطلقت رحلة خالد العليان، رحلة بين المدن والقرى، بين الجبال والسواحل، وبين القلوب التي استقبلته كأخ. في الرباط التقى يوسف الطفل الذي دله على الطريق، فكانت لحظة بسيطة لكنها كافية لتكشف روح هذا البلد. شجع المغرب بكل إخلاص إفران، بين ثلوجها البيضاء وغابات الصنوبر، كل لقاء مليء بالمحبة والسكينة. فاس العريقة، الدار البيضاء البهية، لم تكن مجرد أماكن، بل وجوه تبتسم وتحتضن الزائر. صفر بين الحقول والمزارع، شم عبير الأرض وتعلم معنى الانتماء. كرم الضيافة والدفء الأسري يملأ الأجواء. جبال الأطلس، القمم الشامخة، رشيد يعرض له كرم الضيافة. لحظات ضحك، مشاركة ووفاء. تعلم لغة الخرابيش. الناظور الساحر، حيث ضحكات الأطفال جعلته يشعر أن المدينة نفسها تحتضنه. آسفي، البحر والأمواج والعائلة الثانية الذين رحبوا به كأخ. كل لحظة هنا مليئة بالألفة والدفء. وفي لحظة الوداع خالد العليان يلوح مودعا، وخلفه وجوه مبتسمة. رحلة ستظل محفورة في الذاكرة، حيث كل شارع، كل جبل، وكل ابتسامة تحكي عن المغرب وأهله. يا خالد، ستغادر المغرب، لكن المغرب لن يغادرك. شكرا أهل المغرب.